الآن وصلنا إلى جائزة أفضل لاعب ليبي محترف. لم تتغير في هذا العام، لاعب مدافع قوي أثبت اسمه بشكل كبير مع النادي الإفريقي التونسي، وأصبح كابتن للفريق وأحد الأسماء المهمة كما تحدثنا مع جمهور الكلوبيستا النادي الإفريقي. محمد أكيد علي يوسف، أتمنى له التوفيق. لاعب مميز جدا، أنك أنت تتميز خاصة في قلب الدفاع في الكرة التونسية ما هو شيء سهل، أصعب إمكان. ممكن المهاجم يقدر ينجح، صانع اللعب يقدر ينجح، لكن أنك أنت تكون مدافع وتكون معناها بقيمة كبيرة في نادي الأفريقي، نادي الشعب في تونس، هذا شيء معناه فخر لنا احنا كرياضيين ليبيين. نتمنى له دائما التوفيق، ونتمنى نشوفوا عليه معناه خاصة في الملاعب الأوروبية لاعب عنده من الإمكانيات أنه يقدر يوصل بعيد إن شاء الله. إذن جائزة أفضل محترف لهذا العام في الدوريات الخارجية ذهبت إلى المدافع ليوسف. هو شخصية كاريزما، قدم الكثير أكيد للمنتخب الوطني مع النادي الإفريقي، كان قاب قوسين أو أدنى من الاحتراف في فرنسا. نتمنى الموسم القادم أن نشاهد علي يوسف في الملاعب الأوروبية، وهو دائما من يشرف كرة القدم الليبية أكيد في الدوري التونسي العريق، ومع أحد الأندية أكيد الكبيرة وهو النادي الإفريقي. السلام عليكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نحب نشكر كل القائمين على هذه الجائزة، جائزة ليبيا الذهبية. بارك الله فيكم، حقيقة سعيد أني أنا متواجد يلاكم السنة الثانية على التوالي، بارك الله فيكم. والجائزة هذه أنا نعتبرش فيها جائزة فردية، جائزة هذه جائزة جماعية، هذا كله بتعب أخوتي اللاعبين سواء في النادي الأفريقي أو في المنتخب الوطني، بارك الله فيهم. نهدي هذه الجائزة لأهلي وخاصة والدي رحمة الله عليه وأصحابي، وإن شاء الله نوعدكم بالمزيد من التألق، وبارك الله فيكم. ألف مبروك لعلي يوسف، أكيد هذا الإنجاز المهم. وصلنا